عم نعمل صينية خضرة باللحمة المفرومة. حطينا فلافل وبازاليا وذرة وكوسة وبطاطا وباذنجان وفاصوليا. هذا حنرش ملح وفلفل. هاي حطيت البندورة، كوسة، بطاطا، باذنجان، فطر، بازاليا، ذرة، فلفل ملونة وبصل وتومة وفلفل، وهي شوية دبس رمان. واللحمة لازم يكون فيها لية عشان تطلع أدسم وأطيب. رشة باربيكيو، ورشة 7 بهارات، كمان واحدة، تمام، ورشة بهار سادة. هذا بهار سادة كتير طيب بكل شي. ورشة بهار خضار بس. طبعا معروف صينية خضرة يعني زيت زيتون. بدي احط لكم اضافة من عندي اللي هي الصوص الباربيكيو، كتير طيب، هذا اعتمدوه كتير طيب. ومعلقة رب البندورة، معلقة مو اكتر. وهلا حنمزجهم. انتبهوا انا الفلافل الخشنة مفرومة خشنة حطيتها نية عشان تستوي مع الخضرة عشان تطلع اطيب. شوفوا الكوسة والباذنجان والفاصوليا والفطر والبازاليا والفلفلة الملونة ودبس الفلافلة وبصل وباذنجان وبندورة حطيت وتومة، كله تخلط مع البهارات والصوصات. هلا بدنا نحطها بالفرن. واللحمة حسرا خشنة عشان تعطي طعمة طيبة. او فيكم تستعملوا اي نوع لحمة بس الا المفرومة الناعمة، بدها لية. يعني ممكن شرحات الستيك، ممكن اسكازانوفا، اي لحمة انتو بدكم اياها. ممكن لحمة الاستراغانوفا كتير كتير كمان بتطلع معها طيبة، بتستوي معها. وممكن لحمة راس العصفورة، لحمة بعضمها، دجاج صدورة، دجاج طبيعي انه صحيح كامل، فخاد، دبابيس. انا بالنسبة لعائلتنا بيحبوا الدجاج الصدر اكتر شيء. وكل اللحوم الحمد لله الا الفخدة عنا غير مرغوب فيها بالبيت. فحنحط انا وياكم صينيتنا بالفرن ونشوف كيف بتطلع. يلا. حطينا ورقة الزبدة مبللة شوي. طبعا الفرن محمى مسبقا. نحاول نسكرها مزبوط تماما. هلا شو منقلها والفرن مثل ما قلت لكم محمى، شو منقلها؟ يلا الله معك، استودعناكي، عم يستنوكي ولادي. طبختنا صارت جاهزة، يلا نطالعها سوا. ما شاء الله.